Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بهذا الجزء من العرض سأتحدث عن مقدمة كتاب البارع في اللغة، وسأعرفكم باسم المعجم ومؤلفه وطريقة ترتيبه وأهميته في تاريخ المعاجم العربية. في البداية سأقدم مقدمة مختصرة عن هذا المعجم. اسم المعجم هو البارع في اللغة، ومؤلفه هو أبو علي الإسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، وقد توفي سنة 56 و300 للهجرة. أما الناشر فهو دار العاصمة بالرياض، وقد طبع الكتاب محققا لأول مرة في عام 1975 للميلاد. واتبع القالي في ترتيب معجمه نظام العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو النظام الصوتي المبني على مخارج الحروف. ويعد هذا الكتاب خطوة رائدة في نقل علوم اللغة العربية من المشرق إلى المغرب والأندلس. في البداية سأقدم مقدمة مختصرة عن هذا المعجم. اسم المعجم هو البارع في اللغة، ومؤلفه هو أبو علي الإسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، وقد توفي سنة 56 و300 للهجرة. أما الناشر فهو دار العاصمة. ثم ننتقل إلى خصائص الكتاب. أولا، أهداف المعجم. هدف المعجم هو خدمة اللغة العربية والمحافظة على ألفاظها الفصيحة، أي حفظ الكلمات العربية الصحيحة من الضياع والتغيير. ومن جهة الأخرى يهدف المعجم إلى نقل التراث اللغوي إلى أندلسي، وهذا يساعد على نشر العلم وتطوير الدراسات اللغوية. وكذلك استضاف المؤلف من المعاجم السابقة، ولكنه أضاف ألفاظا وروايات جديدة لزيادة فائدة المعجم. والآن لننظر إلى نوع المعجم. هذا المعجم معجم ألفاظي، لأنه ترتب حسب الألفاظ والجذور اللغوية وليس حسب الموضوعات، وهذا يسهل البحث عن الكلمات. إلى جانب ذلك هو معجم أحادي اللغة، أي أن الكلمات تشرح باللغة العربية نفسها، كما أنه يعد معجما لغويا كبيرا، لأنه أصبح مرجعا مهما لدراسه اللغة العربية. ثم مصادر ترتيب مواد اللغة اللغوية للمعجم. أولا، اعتمد المؤلف على السماع على العرب الفصحاء، خاصة الأعراب، لأنه حافظوا على فصاحة اللغة. وكذلك رجع إلى المعاجم وكتب اللغة السابقة مثل كتب الخليل بن أحمد الفراهيدي وغيره. وإضافة إلى ذلك اعتمد على القرآن الكريم وحديث الشريف، لأنهما من أقوم مصادر الاحتجاج اللغوي. والآن سنتحدث عن نظام الترتيب هذا المعجم. أولا، يعتمد المعجم على النظام الصوتي، ويسمى أيضا نظام العين. وفي هذا النظام ترتب أبو علي القالي ألفاظ حسب مخارج الحروف، متأثرا بمنهج الخليل بن أحمد الفراهيدي، مع إجراء بعض التعديلات في ترتيب الحروف. إلى جانب ذلك استخدم النظام
التقليب أي جمع جميع تقاليب الجذر اللغوي في الموضوع واحد ثم بين مستعمل منها والمهمل. وعلى سبيل المثال إذا كان الجذر عقد فإن تقاليبه هي عقد، عدق، قعد، قدع، دعق، دقع. ثم سأوضح طريقة عرض المواد اللغوية في المعجم. أولا قسم المؤلف المواد اللغوية حسب أبنيتها مثل الثنائي والثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل والرباعي والخماسي، وهذا يسهل ترتيب الكلمات. وكذلك شرح مؤلف معاني الألفاظ وذكر المترادفات عند الحاجة، وقد يطيل في الشرح أحيانا لزيادة الإيضاح. طيب الآن هيا ننتقل إلى مميزات الكتاب البارع لأبي علي القالي. أولا من حيث المواد اللغوية وشواهد والأمثلة. المواد اللغوية هذا هو يحتوي كتاب البارع على مجموعة من المفردات العربية الكلاسيكية يعني القديمة الواسعة جدا والأصيلة يعني الفصيحة، حيث جمع القالي الكلمات الغريبة يعني النادرة واللهجات العربية القديمة. ثم شواهد والأمثلة. هذا المعجم غني جدا بالأدلة النصية يعني شواهد، حيث أورد القالي أبياتا شعرية يعني من الشعر الجاهلي والإسلامي والأحاديث النبوية وكذلك آثار الصحابة لإثبات الاستعمال الحقيقي والمعنى الدقيق لكل كلمة. ثم الدليل على المواد اللغوية وأمثلة الاستعمال. أورد القالي المفردات العربية واللهجة القديمة مصحوبة بأمثلة النطق أو شرح معانيها. في صفحة 81 قال الخليل الهاء سوء الحرص، هاء يهاء هيعة وهاء، يعني مثال على كيفية تحليل الجذر اللغوي للكلمة وبيان معناها ومشتقاتها. الدليل على شواهد الشعرية توضح هذه الصفحات دليلا قويا على كيفية إيراد القالي لأبيات شعرية يعني شواهد من شعراء العربي المتقدمين لتوثيق واحتجاج معنى كلمة ما. في صفحة 81 اقتباس من شعر ابن أسلاتي، وإذ استشهد القاضي ببيت شعري لتفسير كلمة معينة قالوا هو قول ابن الأسلاتي: الكيس والقوة خير من الإشفاق والفهة والهاع. طيب الآن هيا ننظر من حيث الملائمة بين المواد
بين المواد والأهداف هدف الكتاب. صنف القارئ هذا الكتاب بهدف الحفاظ على أصالة اللغة العربية من اللحن، يعني التحريف وتدوين الكلمات النادرة والشعر القديم الذي كاد أن يندثر في الأندلس، يعني موطن هجرته. ثم الملائمة هو تأتي محتوياته متطابقة تماما مع ذلك الهدف، لأنه يعمل كموسوعة لغوية تنقذ التراث الشفهي العربي القديم بشكل شامل. الدليل على هدف الكتاب هو الحفاظ على أصالة اللغة من اللحن وتدوين التراث المنقول إلى الأندلس. في صفحة 26 يعني الفكرة الثانية تذكر أثر الكبير لدخوله مع ذخيرة كتب اللغة التي أنقذت بيئة الأدبية هناك، وأثمر ذلك كله حركة أدبية ولغوية واسعة بهرت القضية أول دخوله. الدليل على ملائمة وأنه موسوعة لغوية تأتي محتويات الكتاب متطابقة تماما مع الهدف، لأنه أصبح مرجعا رئيسيا ودرس بشكل شامل وخرج عمالقة في علم المعاجم بعد استقراره هناك. في صفحة 27 الفكرة الأولى تشرح كيف أن علم القالي قد جيل وأفيض على نطاق واسع من خلال مجالس الإملاء، يعني محاضرات إملاء النصوص الأدبية واللغوية، حتى جذب جماهير غفيرة من الطلبة بشكل منقطع النظير، مما جعله موسوعة حية. وما أن استقر المقام بالقالي حتى تصدر للدرس والتأليف، فأملى أمليه في جامع الزهراء بقرطبة، فكان إقبال التلاميذ عليه منقطع النظير. طيب الآن خامسا من حيث طريقة من حيث طريقة البحث عن معنى الكلمة. طريقة البحث عن المعنى للقيام بالبحث عن معنى الكلمة ينبغي على القارئ ما يلي: البحث عن الجذر اللغوي، يعني الكلمة الأصلية لتلك الفائدة أو لفظة، ثم تحديد الحرف الأقدم مخرجا بحسب الترتيب الصوتي عند القليل، يعني العين ثم الحاء ثم الخاء ثم الغين وهكذا. ثم البحث في كتاب الباب ذلك الحرف المعني، والنظر في تقاليب الكلمة، يعني نظام التقليب. ثم الدليل على مسرد الإفبائي للمواد اللغوية تظهر الصفحة 754 إضافة مسرد
يعني قائمة كلمات أو فهرس مرتب وفق النظام الأبجدي الحديث، يعني أباتا، وهو عنصر فني مساعد في غاية الأهمية، لأنه يحل صعوبة نظام العين المعقد مما يتيح للقارئ البحث عن جذري صفحة الجذر اللغوي مباشرة بأقصر طريق. مسرد الإفبائي للمواد اللغوية في النص الهمزة، الباء، التاء، الجيم. أولا نتحدث عن المواد اللغوية والشواهد والأمثلة. اللغة استخدامة تعتمد على كتاب العين، وقد استمد الكاتب معلوماته من شيوخ أبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن الأنباري. ومن أهم الماخذ أنه لم يأخذ اللغة عن البدو بشكل صحيح، بل اقتصر على نقل الكتب القديمة. اللغة المستخدمة تعتمد على كتاب العين للخليل أحمد الفراهيدي، وقد استمد الكاتب معلوماته من شيوخ أبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن الأنباري. ومن أهم الماخذ أنه لم يأخذ اللغة عن البدو بشكل صحيح، بل اقتصر على نقل الكتب القديمة. ثانيا، بالنسبة لطريقة البحث عن معنى الكلمات، اتبع الكاتب النظام الصوتي مثل الخليل أحمد الفراهيدي في كتاب العين، لكنه أجرى تغييرا طفيفا في ترتيب الحروف، كما أنه قسم الكلمات إلى 6 أبواب رئيسية بناء على بنية الحروف، من ثنائي المضاف وصول إلى الخماسي الأصلي. من حيث الملائمة بين المواد والأحداث، يلاحظ وجود عدم انتظام وتكرير في بعض المواد اللغوية، وذلك لأن المعجم جمع ونشر من مسودات القالي بعد وفاته دون تنقيح يطابق بين المادة وأهدافها، ولكن سيتم تصحيح ذلك وتنكيحه على يد تلميذه. أما النظام الترتيب فقد تم اتباع نظام التقليب الصوتية معقد، ورغم أنه يخدم حصر اللغة بدقة، إلا أنه يشتت الكلمة ذات الحذر الواحد في أبواب متباعدة، مما يجعل استيعابها صعبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن في هذه الشريحة سأتحدث عن سبل الاستفادة من الكتاب لدى الناطقين بغير العربية، وقد اقترحنا 3 وسائل يمكن أن تجعل هذا المعجم أكثر فائدة وسهولة في استخدامه. أولا، تقديم الكتاب بصيغة رقمية. إن تحويل الكتاب إلى النسخة رقمية يسهل على الناطقين بغير العربية الوصول إلى الكلمات والمعلومات بسرعة، كما يتيح لهم البحث عن المفردات بسهولة وفي وقت قصير. والثانيا، إضافة ألوان مختلفة لتمييز أنواع الكلمات. فعلى سبيل المثال، يمكن كتابة الأسماء بلون الأسود والأفعال بلون الأحمر، وهذا يساعد المتعلمين على التمييز بين أنواع الكلمات بسرعة، ويسهل عليهم فهم بنية اللغة العربية. ثم يمكن أيضا إضافة الألوان المختلفة بين الكلمة والمعنى، لذلك
يسهل على الناطقين بغير العربية البحث عن المعنى المقصود وفهمه. ومن حيث المحتوى التعليمي والعلمي إضافة أمثلة تطبيقية لاستعمال الكلمات في جمل مفيدة. فوجود أمثلة واقعية يساعد المتعلم على فهم المعنى الكلمة ومعرفة طريقة استعمالها في السياق الصحيح، مما يسهم في تحسين مهاراته اللغوية. وفي الختام، فإن هذه المقترحات لا تغير محتوى المعجم، وإنما تحسن طريقة عرضه وتجعله أكثر ملائمة للناطقين بغير العربية، مما يزيد من سهولة الاستفادة منه. أما بالنسبة للاقتراحات التحسينية والتطويرية، فنقترح أولا إعادة ترتيب مواد المعجم وفق النظام الألفبائي الحديث لتسهيل البحث على الباحثين المعاصرين. ثم نوصي بالعناية بضبط الكلمات والشواهد بالشكل الكامل مع تلوين العناوين الرئيسية لتمييز المواد اللغوية. وأخيرا نقترح تحويل المعجم إلى صيغة رقمية وإنشاء تطبيق إلكتروني ذكي يتيح البحث السريع بالتحليل الصرفي. وفي الختام يمكننا القول إن كتاب البارع يعد وثيقة علمية وتاريخية مهمة تبرز ريادة أبي علي القالي في علم المعاجم، كما يمثل أول جسر للتواصل اللغوي بين المشرق والأندلس. ورغم أن ترتيبه الصوتي قد يكون صعبا على بعض الدارسين فإنه يظل. شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على حسن